سنة 2005 في اليابان، وبالتحديد شهر ديسمبر، كانت أول مشاركة للنادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بعد ما فاز على نادي النجم الساحلي 3-0 في نهائي دوري أبطال أفريقيا. كان أول ماتشات النادي الأهلي قدام نادي اتحاد جدة السعودي، وخسر الأهلي وقتها 1-0 بجون الكابتن محمد نور، عشان يجي يوم 16 ديسمبر ويلعب النادي الأهلي تاني ماتش ليه في البطولة قدام نادي سيدني اف سي الأسترالي، ويخسر برضه النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف. واللي جاب الجون ساعتها هو الهداف الكبير عماد متعب، وده كان هدف النادي الأهلي الوحيد في البطولة، اللي كان ساعتها من ناشئين النادي الأهلي وكان عنده 22 سنة، وخد النادي الأهلي المركز السادس في البطولة. عماد متعب من مواليد بلبيس سنة 1983، انضم للنادي الأهلي سنة 93، وفضل يلعب مع فرق الشباب والناشئين لحد سنة 2003 عشان يتصعد موسم 2003-2004 وتبدأ رحلته الطويلة والمهمة مع النادي الأهلي. كمان عماد كان سبب رئيسي في فوز الأهلي ببطولة أفريقيا بعد ما جاب 6 أهداف. استنونا الفيديوهات الجاية، هنكمل كلام عن تاريخ مشاركات النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.